سيختار السيد سنتو ب5 فائزين ليظهروا معه على التلفزيون كشخصيات كرتونية. تفاصيل داخل الكرتون. باقينا طيور الجنة، صوتك أحلى عالهوا سوا. يا هلا فيكم، يا هلا، ورجعنا لكم حبايبنا الحلوين. اليوم معنا عمو خالد وديما في الفقرة الفنية. طبعا مش لأنه كليبهم ثنائي طلعوا فيه أو حيطلعوا فيه، لا، لأنه في رابط عجيب ما بين عمو خالد وديما في هذه الفقرة الفنية وهذا الكليب اللي حنتكلم عنه، وهو نادى المؤذن. نادى المؤذن كلمات عمو خالد وألحان عمو خالد، توزيع طبعا مو عمو خالد، لكن هو كانت كلمات وفكرة عمو خالد. حنسمع عنهم إن شاء الله بعد ما ناخذ حبايبنا اللي من قبل الفاصل معنا على الهوا. معنا سارة من السعودية. السلام عليكم يا سارة. خلود، السلام عليكم يا خلود من السعودية. الو، كيف حالك يا خلود؟ طيبة إن شاء الله. الحمد لله. يلا يا خلود نتكلم عن الفواكه. تساعد على تقوية العظام ولا تسهيل عملية الهضم ولا تبييض الأسنان؟ عملية الهضم. إن شاء الله يا خلود تكون إجابتك هي الإجابة الصحيحة وتربحي معنا النينتندو دي اس لايت من سانتوم. ممكن أسأل سؤال؟ ممكن تسألي سؤال، تفضلي خلود. يلا يا خلود. هو مع الضغط ما شاء الله، مع ضغط الاتصالات يبدو انه. نشكرك يا خلود وحاول التواصل معنا مرة أخرى. عمو خالد، من وين اجتك هالفكرة؟ والله فكرة الصلاة هي ليست فكرة جديدة. نعم. هي جزء من رسالة القناة أساسا، تحفيز الجميع المشاهدين وخاصة الأطفال على أداء الصلاة في وقتها، وخاصة البنوتات الأمورات اللي بيشوفونا وبيحبوا ديما، كمان بيحبوا يعملوا كل شيء بتعمل ديما، وكونه ديما حريصة على الصلاة، وهذا بين كمان في المشهد، وحتى باقي الفريق الأطفال اللي معها كمان. فمن هون يعني طلعت فكره انه لابد انه نعزز. احنا طبعا سبق انه ذكرنا موضوع هذا هو، هذا السؤال، انه ما شاء الله طيور الجنه بتذكر سواء كان في فواصل عصوم ووليد او اصلي وطيور الجنه تنتظرني. نعم. في اكثر من كليب كان في حديث فيهم عن الصلاه. نعم طبعا هذا يؤكد اهميه الصلاه، ولا بد ان نذكر دائما، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فالواحد لازم يذكر دائما في موضوع الصلاه، لانه هذه الصلاه ايش يا ديما؟ اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه الصلاه، فان صلحت صلح سائر عمله، هيك الرسول حكى لنا، واذا فسدت فسد سائر عمله. فهي الصلاه هذه هي عمود الدين، هي الاساس اللي يرتكز عليه باقي تمام الاشياء، فاحنا بنركز عليها ضروري. جوهره من السعوديه حابه تتكلم معنا في على الهواء سوا، واحنا بنقول لك عمو خالد معك، تفضل يا جوهره. جوهره السلام عليكم. السلام عليكم. سلام، يا هلا جوهره، كيفك؟ الحمد لله. الله يرضى عليك جوهره، اسالك سؤال الحلقه اول شيء. كيفك عمو خالد؟ الله يسلمك يا عم، يرضى عليك، مشتاق لكم انا والله. ممكن تكلمي ديما؟ يلا تكلمي ديما وهي تسالك السؤال، شو رايك؟ يلا ديما. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك؟ كيفك ديما؟ الحمد لله. بدي اسالك سؤال الحلقه، الفواكه تساعد على تقويه العظام ولا عمليه الهضم او تبييض الاسنان او تبييض الاسنان؟ يا جوهره ساعديني ديما. ساعديني. يعني هي بتقولها عمليه الهضم ولا عمليه الهضم ولا؟ طيب نشوف. الحليب يساعد على يمكن تقويه العظام. صح، الحليب يساعد على تقويه العظام. صح. اوكي. ومعجون الاسنان يساعد على تبييض الاسنان. اوكي. ايش؟ والفواكه تساعد على عمليه ايش؟ عمليه شو؟ احذري. عملية الهضم. يلا ان شاء الله تكون هي الاجابه الصحيحه صديقتنا جوهره من السعوديه، وتكوني معنا ان شاء الله رابحه النينتندو دي اس لايت. يلا يا ابرار من الكويت، السلام عليكم. الو، كيف حالك يا ابرار؟ ان شاء الله طيبه. الحمد لله. مين كيفك يا عمو ضحين؟ والله تمام. حابه تحكي مع ديما؟ نعم نعم. ايوه ديومه المصيعه. يلا ديومه معك يا ابرار، تفضلي مستعجل ما شاء الله. الو، السلام عليكم. كيفك ديومه؟ كيفك يا ديومه؟ الحمد لله. الو ديومه. ما شاء الله ما شاء الله. كل البيت بيحبوك يا ديما الظاهر. وانا كمان كثير بحبكم. اسالك سؤال حلقه. اخبارك؟
ان شاء الله يبدو مع ضغطك بتقول لك انا بحبك. وانا كمان كثير كثير بحبك. يلا يا ابرار، نشكر اتصالك معنا ونشكرك على هذه المشاعر الطيبه الصادقه باتجاه ديما. ابو الوليد، انت برضه ملحن كلمات نادي المؤذن. في العاده ابو الوليد تكتب كلمات، او هو في عاده اناشيد طيور الجنه، هل تكتب الكلمات ثم تلحن ولا لحن ثم يكتب عليه الكلمات؟ والله في الغالب لا، هو طبعا حالتين واردات، لكن في الغالب انا بكتب ومن ثم بلحن، يعني بحط الفكره الرئيسيه وبكتب حتى النقاط اللي بدي اذكرها في كل نشيده. وعلى الهامش على فكره انا في المرحله القادمه كان عندي مفاجات كثيره برضه. الحان برضه كلمات والحان. نسمع شيء منهم ولا تخليهم يعني عندنا الغشاش مو منا هيك الهادي علمنا. الغشاش مو منا هيك الهادي علمنا. اياك تخدع وتغش اذا كنت تريد الجنه. الله يا عمو خالد، اعطاكم مفاجاه جديده اليوم في على الهوا سوا. بدنا نسمعها بصوتك وانت ملحنها. بصوتي وانا ملحنها بقترح انه بس مقطع منها. ما هو الات الدفوف وكذا مش موجوده ما معنا، ما احنا ما بدنا دفوف، بدنا نسمعها بصوتك. كانوا عفوا الغشاش. هي طبعا هي بتبدا تش تش. احنا ما بنقبل الغش. طيب كيفها مع اللحن تطلع؟ طبعا هاي تسالني شو يعني التفاصيل كيف تطلع، زي كيف لولولا ولولا ولولا انا ديما ودايما الاولى، وهي تش. احنا ما بنقبل الغش. احنا ما بنقبل الغش. والغشاش مو منا. بعدين هيك الهادي علمنا. هيك الهادي علمنا يا نسمة من فلسطين. عمو خالد بقول لك انه الغشاش مو منا هيك الهادي علمنا. واحنا اكيد جمهورنا الرائع ما بغش ولا بحب الغش ولا حتى بفكر انه غش. كيفك يا نسمة؟ نسمة الحمد لله، كيفك انت؟ الله يسلمك، تمام الحمد لله رب العالمين، امورنا طيبة ومشتاقين للناس الطيبين امثالكم في فلسطين وكل دولنا العربية. سؤال حلقتنا بتكلم عن الفواكه، تساعد على ايش يا نسمة؟ تقوية العظام ولا على تسهيل الهضم ولا تبييض الاسنان؟ عملية الهضم. تسهيل الهضم. أعيد السؤال. عملية الهضم قصدك، عملية الهضم. عملية الهضم ان شاء الله تكون اجابتك عملية الهضم هي الاجابة الصحيحة باذن الله. ان شاء الله. نشكرك يا نسمة، نشكر اتصالك معنا من فلسطين. ديما، حدثتي لنا عن نادى المؤذن وللصلاة، بتحافظي على الصلاة بوقتها يا ديما ولا لا؟ الحمد لله. بصراحة أكيد 100%. وأنت ما شاء الله عنك، يعني أنا مو عم بسألك حتى أشكك، لكن حتى أكد إنك أنت فعلا بتحافظي على الصلاة بوقتها. إيش استفدتي من هذا الكليب وإيش كان بيعني لك هذا الكليب يا ديما؟ لما أنت كنت عم بتنشدي عن الصلاة وبتحفزي أصدقائنا وحبايبنا وجمهورنا لموضوع إنه هاي زي ما إحنا هلا عم نشوفك بتقومي مباشرة الصلاة. ايش كنت حابه تقولي لهم؟ انه الصلاة كثير 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 مهمة. وكمان بقولوا انه علموهم 7 واضربوهم 10. تمام. فلازم يعني علموا اولادكم الصلاة وهم ابناء 7 سنين واضربوا عليهم وهم ابناء 10 سنين. بس ماما تختصر اللي بتقول لي علموهم 10 علموهم 7 بتختصرها عشان انه بس هي الفكرة. طبعا برافو. طبعا هذا كمان شيء مهم، هو تحية برضه ابوها ووالدها لديما وامها اللي كمان هم حريصين، يعني لولا التربية الصالحة الجميلة الجيدة ما كنت شفت ديما بهذا الابداع وهذا التألق والحرص والخلق العظيم هذا الدين. اذا انت يا ديما محافظة على صلاتك 100%. وشمة من الامارات، شو رايك تساليها كيف هي والصلاة بعد ما تسالها سؤال الحلقة؟ معك يا ديما شمة. الو، السلام عليكم. السلام عليكم شمة. عليكم السلام. كيفك يا شمة؟ الحمد لله. شمة، بتحافظي على الصلاة؟ إيه الحمد لله بتقول لك. يلا سؤال الحلقة إذا أسألك سؤال الحلقة. يساعد الفواكه على تبييض الأسنان ولا عملية الهضم ولا تقوية العظام؟ عملية الهضم. إن شاء الله تكون إجابتك هي الإجابة الصحيحة. إن شاء الله يا شمة إجابتك تكون هي الإجابة الصحيحة وتربحي معنا الجائزة المقدمة من سانتوب. نشكرك يا شمة. أبو الوليد، الكليب حنيجي هلا على تفاصيله وبعض التفاصيل بعد، بس بدنا نشوف ديما في موضوع مكان تصويره. وين هذا كان يا ديما؟ في أي دولة تم تصويره؟ لا، بالأردن. في الأردن. ودخلتوا ما شاء الله، هي أنت واقفة هون بالساحة أمام مسجد ودخلتي برضه جوا المسجد وكملتوا فيه التصوير؟ لا، جوا
اجوا المسجد كملنا التصوير وكان معك برضه مجموعه من اصدقائنا وحبايبنا اللي أدوا الصلاه برضه. وكمان انا بشكر صديقتي، هي اجت معي عشان كنا احنا نضل من الصبح يعني بعد المدرسه كان في عندنا امتحانات وقتها، كنا نضل من المدرسه للساعه 11 بالليل. انت عم بتصوروا؟ فكان علينا امتحان دين، فهي اجت صاحبتي معي وكنا بكل طريق احنا بنتنقل من مكان لمكان، كنا ندرس انا وياها. يا سلام. وجبت على مكان بالدين. ما شاء الله. طبعا طالما انك عم نور. نور، تحيه لنور. هاي تحيه من عمو خالد ومن نجوم طيور الجنه لنور صديقة ديما اللي كانت معاها، ولانك كنت عم تحكي عن الصلاه وبتصلي وحافظه عليها ربنا وفقك وجبت العلامه الكامله. يلا يا سدين من السعوديه مع عمو خالد حيستقبلك ويرحب فيكي. سدين. سدين السلام عليكم. سدين السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ طيبة. سدين سؤال حلقتنا بيحكي تساعد الفواكه بشكل رئيسي على تقوية العظام ولا عملية الهضم ولا تبييض الأسنان؟ سدين. 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 عملية الهضم. عملية الهضم، معي اسكتي. عملية الهضم. عملية الهضم احسنتي، ان شاء الله يكون اجابتك صحيحة وتفوزي معنا. ايوه. نينتندو سلايد. دي سلايد. نينتندو دي سلايد من سانتوب. باذن الله. نشكرك يا سدين، احنا وياك وكل المشاهدين حنسمع الان من ديما بشار نادى المؤذن، شو رايك تسمعينا اياها؟ عمو خالد تسمع؟ يلا نسمع ونرجع ونكمل ان شاء الله بعد ما ديما تسمعنا. تفضل يا ديما. عن نص هاي المايك تجيبيه. ايه بتكون كراسي ونخليها؟ حتى تضلها ديما هون لقدام. اوكي. يلا. يا عيني عليك يا ديما. اكيد لما ينادي المؤذن للصلاه احنا بنجيب، وخصوصا لما يقولنا حي حي ايش؟ على الصلاه. حي على الصلاه، صح ولا لا؟ انا تسمحي لي بس برضه اني حتى نشوف كيف حي على الصلاه هون حتكون طبعا. برضه. بدي اقول لك شغله، انت طبعا الشيء كمان الحلو في موضوع انها ديما بتنشد هاي الانشوده، انها كل الاطفال ديما، نعم. كل الاطفال اولاد وبنات اللي عم بيشوفوا ديما هلا وتاثروا وحبوا وصاروا يصلوا مثل ديما رح تاخذ اجر ملايين من الاطفال على طول دائما ان شاء الله تعالى. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ديما. انهم صاروا يصلوا، فيعني عدي هلا ما شاء الله يعني خير كثير حسنات يا ربي. تذكرت يا ابو الوليد بفكره انا وانا عم بتابع بالكليب، موضوع انه يعني مع انه الاغلب اطفال اللي بيتابعوا معنا، فكيف المسج هذا بيوصلهم من خلال الكليب؟ هو الاطفال بتعرف بحفزوا طفل اخر اول شيء، بيكون طفل ثاني بيعمل مثله فبيشجعوا. اضافه انه هذا المشهد يعني يفترض انه ما هو مشهد غريب، المساجد ما شاء الله مليئه عندنا موجوده،
والبيوت يعني كمان عامرة يعني بالناس اللي عندها يعني يعني إيمان كبير. فبتخيل هو الأصل كمان فوق هاي الأنشودة والأناشيد اللي من هذا النوع، الأصل إنه الأب والأم يكونوا هم قدوة لأولادهم وبناتهم في البيت. فالبنت اللي بتشوف امها بتصلي في البيت راح تلبس مثلها لباس الصلاه وتصلي، صح ولا لا؟ مش هيك تعمل انت ديما كنتي وما زلتي؟ الاب اللي بيروح على المسجد يصطحب اولاده على المسجد، حتى لما بيصلي النوافل في المسجد السنن وما شابه في البيت عفوا كمان، فالولد الصغير او البنت راح يقلده. لازم اعمل كل شيء مليح. ايوه اولادي بيقلدوني بيقلدوني فيهم على كل شيء صحيح. اولادي نور عيون. فاذا انت اولادك لما يشوفوك عم تقرا قران حيقلدوك، لما يشوفوك عم بتصلي وذلك وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. طبعا ابوه تحتمل ابوه وامه احد صحيح صحيح صحيح. من الكويت معنا مريم من الكويت. السلام عليكم يا مريم. اليوم ما شاء الله حبايبنا من الكويت يعني همتهم معنا عاليه في الاتصالات. كيفك يا مريم؟ مريم معنا؟ طيب نرجع لمريم إذا كانت معنا، نشكر اتصالها إذا يعني انقطع الاتصال. طيب يا ديما، كوثر معاك من السعودية، تفضل استقبليها حتى تسمع سؤال الحلقة منك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك ديما؟ الحمد لله، كيفك أنت يا كوثر؟ والله الحمد لله. كوثر بدي أسألك سؤال الحلقة. الفواكه تساعد على تقوية العظام، الهضم، تسهيل عملية الهضم، تبييض الأسنان، تساعد على عملية الهضم. إن شاء الله تكون إجابتك إجابة صحيحة. تربحي معنا؟ نينتندو دي اس لايت من سنتم. والله حافظة. ممكن أكلم لين؟ تكلمي لين. يلا يا لين معاكي كوثر من الكويت. السلام عليكم كوثر. كيفك لين؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ الحمد لله لين، أنا بحبك. وأنا كمان بدي أسألك سؤال. حبيت أغنية نادى المؤذن؟ إيه أكيد. بتحافظي يا كوثر بتحافظي على الصلاة كمان أنت؟ إيه أكيد أحافظ عليها. يلا يا كوثر، ربنا إن شاء الله يعني طالما أنك بتحافظ على الصلاة يحفظك مثل ما أنت بتحافظي عليها ويديم السعادة عندك، لأنه هذا سر السعادة أكيد في الصلاة. أبو الوليد تفضل، إيش اللي جبت لنا إياه حضرتك الآن؟ بدها تصلي معنا، سمعت حي حي على الصلاة. لأول ظهور إعلامي رسمي على شاشة رسمية معنا مين يا عمر؟ الست مايا. مايا عمر الصعيدي، ربنا يحفظها إن شاء الله ويحميها ويجعلها من الصالحات اللي محافظات إن شاء الله على الصلاة وعلى كل شيء بإذن الله. أهلا يا مايا، كيف حالك؟ الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. مبسوطة أنت يا مايا؟ الحمد لله. أنا بدي وبصلي مثل ديما هلا إن شاء الله، وطبعا يمكن أسافر كمان شوي على بيروت أنا وبابا وماما ولين. بتحبي لينو يا مايا؟ أوه. طب لينو بتحبك يا مايا؟ إيه تحكي مع البنت لو سمحت، تحكي مع البنت. سوري. ايش محمد؟ لا من ورا من ورا. ايش شباب؟ ايش محمد، شو اللي صار؟ البنت لو سمحت. الله. اخي بوسي. اهلا وسهلا فيك يا مايا، واكيد انت ان شاء الله حتكوني نجمه للمستقبل معنا باذن الله، ونفرح فيكي احنا وكل نجومنا وحبايبنا. تغنينا طبعا هي حي حي على الطعام هلا هي كمان. هلا هنقولها او الغداء. باي جود باي. اوكي لا بس اثنين ثلاث. هاي باي جود باي. انه هي جايه تسافر على لبنان هلا. باي باي مايا. سلمي على عمو محمد الشاب والشباب طبعا على بلال. مايا الان باتجاه وين يا عمر؟ الى لبنان ان شاء الله. والله ان شاء الله يعني بعد الفقره الفنيه انا مضطر اودعكم قلبي لاني مسافر الى بيروت ابو الوليد. بيروت كم يوم ابو؟ راجع لنا الخميس والجمعه. لا الخميس ان شاء الله بكون معكم. اذا معنا على الهواء الاربعاء بالليل. انا بعدين ساعه طالع على الكويت. محمد بس تلحاني مش اوكي. انا لا مش متاخر كم من يوم ان شاء الله. يعني ارجوك ابراهيم بنعك دير بالك على الاستوديو والشباب. خلص حاضر. انا بكره مسافر كمان. بكره مسافر كمان. سناوي جاي معي بكره على الكويت. طب محمد يعني على الاربعاء بكون عندكم ان شاء الله. دكتور اسماعيل محمد طه والدكتور كلنا مسافر الشباب. ماشي دكتور. وين جاي معنا حبيبي؟ اذا انا بقترح ننهي الحلقه ونطلع نسافر كلنا الان ولا لا ولا بعدين؟ طيب اوكي ماشي خلص ما في مشكله. خلاص انا لازم اودعكم عن جد والله. جد؟ صارت 6 و5. الله ييسر امرك يا رب ويحفظك. لا انت من مين اخذتها؟ لقيتها على الباب. طب رجعها معي ما اخذتها. اروح اورجعها.
لا دير بالك ولا خلي عمر ياخذها شوي. هلا هنكمل معاه بعد مع ديما نشوف كيف هي والصلاه والمؤذن. بالسلامه ابو لين. ابو لين سلام عليك. الله يحفظ لك اياها. يلا ديروا بالكم. وراك على خير. باي باي لينا. توصل بالسلامه. دير بالك على بابا سلم عليك وماما. لا مايا الله يحفظك. يلا معلم دير بالك. دير بالك على بابا وماما. ترى على الكويت رينو في المطار انا بالسلامه. تعالى اذا وصلت قبل ما تطلع بدي اقول لك يلا الله اذا يبارك. شو محمد وين؟ محمد وين محمد؟ بشوف محمد كبو. يلا اوكي. ايش محمد؟ ان شاء الله الله يستر. وين رايح؟ باي باي لينو. لا ديما شكرا. محمد انت لازم تضل موجود. نزلنا محمد. سلام ان شاء الله. مع السلامه. اللي بسمعكم على اساس اول مره مسافر كل يومين كل يومين نفس الفيلم. يلا احنا بس عشان عمر لانه كان مضطر انه يطلع. تحياتنا لك يا عمر الصعيدي وليلين وان شاء الله نشوفكم على خير. شوف الابداعات تميز تألق شوف راح نصور العديد من الكليبات الجميله ان شاء ان الله. شاء الله يلا ان شاء الله. لا دير السلام عليكم مع السلامه. بالسلامه. يلا اسمعي في شارع بالطريق وانتم رايحين سلم على ابو شهاب يا شارع بالنص عمر بتعرفوه؟ سلمنا مكتب لبنان بالله كلهم مكتب لبنان حبايبنا. مين هم صلاح؟ تعرف الطريق عمر؟ معروفه وين حبايبنا الحلوين؟ شيب. لهم لك كل التحيات. يلا محمد كمل. جيب كرسي كمل معنا جيب كرسي كمل معنا. تعال حياك الله محمد. كمل معكم اوكي. حي على الصلاة. ديما طيب أنا كنت شفتك عم بتسوي بالشال هذا. أنت بتعرفي تلبسي الشال لحالك؟ خلص خليك اقعد ورا هيك يعني. محمد لا بدك حتى بكره انا. طيب بس عبين ما جاوبنا وترتب ديما الوضع. عمو خالد معك براءة من فلسطين. براءة احنا اسفين تأخرنا عليك يا براءة. السلام عليكم. اسمح لي انا اجي اقدم معك. براءة السلام عليكم. ملك من السعودية بعد براءة. كيفك يا ملك؟ بعتذر منها براءة. طب بدي اجي اقدم معك. ملك السلام عليكم. ملوكة الو السلام عليكم يا ملك. عليكم السلام. كيفك؟ ملك قدم شوي مطلوب منك قدم شوي. يبدو خلص الرصيد. طيب ايش يا محمد؟ وين السؤال؟ عجبك الكليب تاع ديما يا محمد؟ كليب رائع والله صراحه وجميل. عن هذا مؤذن. إن شاء الله ترجع مرة السؤال ثانية عن هلا بإذن بدك الله. تكمل انت. ارجعي ديما مكانك. يلا برافو عليك. احنا حنقول لديما انت ايش حبيتي تقولي لصديقاتك والبنات بهذا الكليب؟ ايش حبيتي تقولي لهم؟ هنقول لي ديما ايه؟ لا هذاك نشودك مصر هاي. يعني ايش إيه. حبيتي توصلي لهم انه الصلاة مهما يعني كنت ما كان لازم انت تحرص عليها. تحرص عليها. احسنتي. ويعني كمان اذا احسن انه نصليها بالمسجد. برافو عليك. وانه بدي اكد على كلام ديما كمان انا اقول انه اللي بيصلي سبحان الله عز وجل الله عز وجل يعني يجعل فيه اكثر طمأنينة. نعم. وبالتالي يوفق في كل صغيرة وكبيرة. عارف كيف؟ حتى اكثر من ذلك ليس فقط صلاة الفرض 5 فرائض في اليوم حتى صلاة النافلة. وما زال عبدي الله عز وجل يقول في الحديث القدسي وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل الله. حتى احبه. الله. فاذا احببته اصبحت بصره الذي يبصر به مش هيك؟ نعم. وسمعه الذي يسمع ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي وهكذا تمام الى اخر الحديث. فهذا كله من بركات الصلاه. وانتبهوا ترى حتى اللي ما بيصلوا من اليوم فصاعدا ينووا. طبعا ان شاء الله بنعمل حلقه على الصلاه انه والله يغفر عما سبق. الله عز وجل ان شاء الله يغفر ذنوبنا جميعا. شو رايك احنا نوجه لهم كلمه هلا ما احنا وياهم على الهواء نتعاهد طبعاً. احنا وياهم انه طبعاً. اعتبارا من اليوم طبعاً اللي بيقطعوا يصيروا يحافظوا اللي ما بيصلوا يبداوا يصلوا واللي بيصلوا طبعاً. الله يزيدهم ان شاء الله طبعاً. حرص على الصلاه. ايش بنحب نحكي لهم كلنا مع بعض محمد؟ نتعاهد كلنا. كلنا نصلي كل فرضنا ونحافظ على السنه أيوة. وهكذا. برافو ان شاء الله تعالى ان كلنا نتعاهد فعلا ان نصلي ونحافظ على صلواتنا وخاصه الاولاد والشباب في المسجد. صح. وحكينا هي عمود الدين. وحتى يعني حتى انا اذكر سابقا كانوا يعلمونا فخلف من بعدهم الايه خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نعم. فقيل انه اللي اضاعوا الصلوات قالوا مش اللي ضيعوا الصلوات اللي راحت عليه لا اللي اخروها. صحيح. تفسير العلماء تمام. اخروها عن وقتها. يعني بيصلي نحرص نصلي صلاه اهم شيء نصليها ايش على وقتها. محمد بشار إذن برضه لانه بده ينهي الفقره على وقتها كمان. لانه احنا تاخرنا. ايش محمد ايش بدك تقول؟ فاعزائي المشاهدين شاهدنا اذا كليب هذا المؤذن ان شاء الله انه يكون عجبكم هذا الكليب الرائع من كلمات والحان الكبير الاستاذ الكبير خالد مقداد عم ابو الوليد والمبدعه الفنانه
ديما بشار وكان مقدم الفقره ابراهيم السلاوي. انا جيت حتى انه انهي الفقره، معلش سامحوني يعني نضيف شيء عليهم. ننتقل الى فقره. انا بوعد بمجموعه اناشيد جديده كمان لديما من كلماتي والحاني، واحده منها امبارح سجلناها نزقف بيتين بعنوان ديما احنا بنحبك، ومفاجات كثيره ديما ان شاء الله قريبا. كل المفاجات اذا تتابعوها، والمفاجاه الاكبر اللي هلا حنروح عليها بعد هاي الفقره. والاكبر بعد هاي كمان مفاجات كثيره لعصوم ووليد كمان بعد كمان ديما ان شاء الله تعالى. زقف كمان زقف ثاني مره بالايد وعصوم ووليد معكم الاسبوع الجاي ان شاء الله في ان شاء الله. كمان زقف محمد، كمان زقف كمان زقف ان شاء الله ان شاء الله تعالى. الله يرضى عليك. الى الطعام. اذا فاصل ونواصل ونرجع بعدها الى الموز فيه الفوز ان شاء الله. ان شاء الله الموز فيه الفوز. فاصل ونواصل. حكينا طيور الجنة